بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. الأهل يجلس المواقف قبل كل شيء، الزمالك يستقبل المصائب وكل شيء. هل هي صدفة الزمالك يشتكي وتصدر عقوبة ضده؟ يعني يعني الزمالك بيشتكي ضد نادي، هو تصدر عقوبة ضده هو الأول. مفيش قضية أو شكوى بيقوم بها الزمالك إلا ويخسر أي قضية، أي شكوى، لأن قضاياهم غير مدروسة قانونيا. العكس في الأهلي، إذا شعر بالخسارة بينسحب بشطارة ومهارة. عايزين الزمالك يدرسوه في المدارس على إيه؟ على الوكسة والخيبة والويبة دول الحكام والاحتواء. الزمالك كان مات من زمان، زي الإسماعيلي اللي بقى أشلاء فريق يلعب كرة قدم. يقول الأهلي السبب، الأهلي اشترى لاعب من الإسماعيلي ب50 مليون جنيه، ما يسووش 10 أو 15 مليون جنيه دعم الإسماعيلي. تعالى شوف الزمالك خد من الإسماعيلي ياخد لعيبة. خد لاعب مثلا اسمه إبراهيم حسن، معرفش وداه فين. وبرضك كان في لاعب اسمه باين عبد الرحمن مجدي، أجبر وترك نادي الإسماعيلي وراح ضرب في الزمالك من سنتين تقريبا بالقوة الجبرية. واللاعب لولا ان ايقاف قيد الزمالك ما كان استمر في الزمالك، ورجل الاسماعيلي طبعا ما كملش في الاسماعيلي بعد الحركة السيئة اللي عملها دي. يعني حاجة اخر سفالة، انحطاط في الكرة المصرية، في الرياضة المصرية، شبابها نادي واحد ومعروف، واخد بالك. وتيجي تبص في انتقالات اللاعبين تلاقي لاعب بقى بينتقل رغم انفه مش بمزاجه بموافقة مجلس إدارته للزمالك، برغم إن اللاعب دي كان من قيمة يومين أو من 3 أيام كان على السوشيال ميديا وعلى حساباته الشخصية تلاقي لابس تيشيرت الأهلي، وفجأة تلاقيه في الزمالك. زي أحمد كاس ما جه يحكي لك، قال لك أنا قعدت مع صالح سليم ومش عارف إيه، وقعد يحكي وخلاص قال له أنت معانا يا كابتن أحمد الكاس. أحمد الكاس قال لك لعبت بعدها، فهو اللي بيحكي الحوار. أحمد الكاس قال لك وبعد كده لعبت في الزمالك. طب أنت إيه اللي حصل يا عم أحمد الكاس لما أنت قعدت مع صالح سليم؟ هل أجبرت؟ هل بالقوة الجبرية؟